مع انتشار الفيديو المسرب الذي ظهر فيه بشار الأسد إلى جانب لونا الشبل داخل السيارة، بدأت موجة واسعة من التساؤلات التي لم تقتصر على مضمونه فحسب، بل امتدت لتشمل خلفياته وظروف تصويره وهوية الأشخاص الحاضرين في المركبة والدافع الحقيقي وراء تسريبه في هذا التوقيت تحديداً. فالمشهد كما بدا للمتابعين لم يكن مجرد تسجيل عابر لرئيس دولة يتحدث في سياق غير رسمي، بل كان محملا بإشارات لافتة حول طبيعة العلاقة بينه وبين لونا الشبل، التي ظهرت إلى جانبه بطريقة أثارت كثيرا من الشكوك والفضول، سواء لدى الجمهور أو لدى المتابعين للشأن السياسي السوري. أول ما لفت الأنظار في هذا المقطع هو الطريقة التي يتحدث بها بشار مع لونا والنبرة التي ترد عليه بها، وهي نبرة بدت بعيدة تماما عن السياق المعتاد بين مسؤول كبير ومستشارته الإعلامية. فغياب الرسمية والمزاح المتبادل والراحة الواضحة في الحوار كلها أمور دفعت الكثير إلى التساؤل عما إذا كانت العلاقة بينهما تتجاوز الإطار المهني المعروف. وزاد من هذه التساؤلات أن لونا كانت في مراحل سابقة محاطة بإشاعات تتعلق بحياتها الخاصة وبقربها غير الاعتيادي من مركز القرار في دمشق، الأمر الذي أعاد الفيديو إشعال النقاش حوله من جديد. لكن العلاقة بين بشار ولونا لم تكن محور الجدل الوحيد، فقد تساءل كثيرون عن هوية الشخصين الآخرين الموجودين في السيارة. أحدهما ظهر منعكسا في المرآة الداخلية، وتبين لاحقا أنه أمجد عيسى مساعد لونا الشبل، بينما بقي الشخص الرابع مجهول الهوية، ما فتح باب التكهنات حول دوره وأسباب وجوده في هذا الموقف الحساس. فالعادة أن التسجيلات التي تخص رؤساء الدول لا تتم بهذا الشكل العفوي ولا يحضرها أفراد مجهولون إلا لسبب محدد، وهذا ما جعل وجود هؤلاء المرافقين لغزاً إضافياً أمام المتابعين. وبعد خطوة التعرف على الموجودين في السيارة، انتقلت التساؤلات إلى النقطة الأهم: لماذا سرب هذا الفيديو الآن؟ وما الجهة التي امتلكته وقررت بيعه أو تمريره إلى قنوات عربية تحديداً؟ فالتوقيت بدا غير بريء بالنسبة لكثيرين، خصوصاً أن قناة العربية هي من تبنت نشر المقطع حصرياً، مع أن السعودية نفسها كانت قد أعادت تأهيل النظام السوري دبلوماسياً في السنوات الأخيرة. وهذا التناقض بين دعم سياسي سابق وبين نشر تسريب محرج لاحقاً زاد الشكوك حول وجود رسائل سياسية مبطنة أو تغيرات في الميزان الإقليمي تجاه النظام السوري. كما طرحت أسئلة كثيرة حول مصدر التسريب: هل جاء من أحد العاملين في القصر؟ هل احتفظت لونا الشبل بنسخة منه قبل وفاتها وانتقل لاحقا إلى جهة ما؟ أم أن أحد المرافقين في السيارة مثل أمجد عيسى أو الشخص الرابع قام بتسريب النسخة الأصلية مقابل مالي؟ هذه الأسئلة جميعها لم تجد بعد إجابة قاطعة، لكنها تشير إلى أن ما ظهر في الفيديو ليس مجرد حادثة عرضية، بل حدث له خلفية ودلالة وربما أبعاد سياسية تتجاوز المشهد نفسه. في النهاية، شكل هذا الفيديو نقطة انطلاق لسلسلة طويلة من النقاشات حول علاقة السلطة بالإعلام داخل سوريا، وحول ما يجري خلف الكواليس داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس، وكيف يمكن لتسريب واحد أن يفتح أبوابا واسعة على ملفات لم يكن يسمح النقاش بها سابقا. الفيديو لم يكتفي بإظهار لحظة خاصة، بل كشف هشاشة صورة مصنوعة بعناية، وطرح أسئلة ما تزال حتى الآن بلا إجابات واضحة. عند التمعن في الفيديو المسرب يبرز عنصر مهم أثار الكثير من التحليلات: ظهور وجه شخص في المرآة الداخلية للسيارة، والذي تأكد لاحقا أنه أمجد عيسى، أحد العاملين في الفريق الإعلامي التابع للقصر الرئاسي والمقرب من لونا الشبل. هذا الظهور لم يكن عاديا، فهو لم يكن مجرد انعكاس عابر، بل دل على أن أمجد كان حاضرا في لحظة يفترض أنها شخصية وغير رسمية، الأمر الذي عزز الاعتقاد بأن التصوير لم يكن عفويا تماما، بل كان جزءا من عمل إعلامي داخلي أو توثيق خاص بالقصر. وجود أمجد، الذي يعرف بأنه معاون مباشر للونا الشبل ومسؤول عن إدارة بعض الملفات الإعلامية الحساسة، يطرح سؤالا أساسيا: هل كان يقوم بعملية تصوير مقصودة؟
فطريقة تموضعه في المقعد الخلفي وميل جسده نحو الأمام كما ظهر في الانعكاس يوحيان بأنه كان يمسك كاميرا أو هاتفا يلتقط المشهد. وهذا ينسجم مع المقاطع التي بدا فيها أن زوايا التصوير متعددة، وأن بعض اللقطات التقطت من خلفية السيارة بزاوية احترافية، ما يدل على احتمال وجود مصور ثان يجلس خلف لونا الشبل إضافة إلى أمجد نفسه. الفكرة بوجود أكثر من شخص يقوم بالتصوير تثير بدورها أسئلة مهمة حول طبيعة الهدف من توثيق هذا النوع من الأحاديث. فمن غير المعتاد أن يسجل رئيس دولة وهو يتحدث بشكل غير رسمي وبنبرة استهزاء وسخرية وبطريقة تخلو من أي تحفظ. هذا النوع من التسجيلات عادة يدار بحذر شديد ويخضع لرقابة صارمة لمنع تسريب أي مشاهد قد تستخدم ضده لاحقا. لكن الفيديو يوحي بأن عملية التصوير كانت عادية بالنسبة للحاضرين، وكأن هذا النوع من التسجيلات كان يجرى بشكل متكرر داخل القصر، ربما لأهداف أرشيفية أو إعلامية داخلية. أما طبيعة الحوار بين بشار ولونا والتي التقطها المصورون بوضوح فقد كانت أحد أبرز عناصر الصدمة لدى المشاهدين، فاللهجة المستخدمة بينهما بدت كأنها أقرب إلى حديث خاص بين شخصين تجمعهما علاقة شخصية وثيقة، وليس بين رئيس دولة ومستشاره الإعلامي. طريقة الضحك، التخفيف من هيبة المنصب، السخرية المتبادلة، بل والطريقة التي كانت لونا تعلق بها على كلامه، كلها عناصر جعلت الحوار يبدو كأنه يدور في جلسة خاصة بعيدة تماما عن أجواء العمل الرسمي. كما أن التعليقات التي صدرت عن بشار داخل السيارة والتي تناول فيها الشعب والجيش حتى مؤسسات الدولة بنبرة استهزاء كشفت عن طبيعة الخطاب الذي يقال بعيدا عن الكاميرات الرسمية وفي حضور فريقه الإعلامي الخاص. وهذا بدوره يعيدنا إلى أمجد، إذ إن وجوده كمعاون إعلامي ولونا كمستشارة إعلامية يعزز فكرة أن الفريق الإعلامي كان يملك صلاحية تصوير الرئيس في سياقات غير رسمية، وأن أعضاءه كانوا شهودا على ما لا يظهر للعلن. من جهة أخرى لم يكن ظهور أمجد في المرآة مجرد مصادفة تقنية، بل أصبح في حد ذاته دليلا ماديا سمح للمشاهدين بالتعرف عليه، وبالتالي إعادة فتح ملف الأشخاص المقربين من لونا الشبل ودورهم في إنتاج ونقل المواد الإعلامية الحساسة. وحتى اليوم يبقى السؤال مطروحا: هل كان أمجد يقوم بعمله الطبيعي في التوثيق، أم كان التصوير موجها يحمل غاية معينة وربما خرج لاحقا من يد أصحابه لأسباب غير متوقعة؟ في كل الأحوال فإن وجود أكثر من مصور داخل السيارة وطريقة إدارة الحوار بين بشار ولونا تجعل من هذا الفيديو مادة غنية للتحليل وتكشف عن عالم خفي من السلوك الإعلامي داخل الدائرة الضيقة للنظام كان محجوبا بالكامل قبل ظهور هذا التسريب. عندما ظهر مضمون الحوار بين بشار الأسد ولونا الشبل في الفيديو المسرب، كان أكثر ما أثار الصدمة هو الطريقة التي تعامل بها رئيس الدولة مع مشاهدات الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في سوريا. فبدلا من أن يظهر تأثرا أو شعورا بالمسؤولية تجاه ما حدث لبلده وشعبه، أخذ يسخر من المناطق المدمرة ومن أهلها ومن المساجد التي تحولت إلى ركام. هذا النوع من الخطاب لم يكن مجرد زلة لسان عابرة، بل عكس رؤية داخلية لطبيعة العلاقة بين النظام والشعب، وكشف مستوى التباعد العميق بين الطرفين. السخرية التي أطلقها بشار والتي جاءت على شكل تعليقات مليئة بالاستهزاء أشارت إلى أن الرجل لا يرى نفسه جزءا من مجتمع يتألم، بل كأنه يقف فوقه يتفحص الدمار ببرود. الأسوأ من ذلك أن لونا الشبل شاركته الضحك والسخرية، بل وأطلقت تعليقات مشابهة حول الضباط الذين يقبلون يده وحول طريقة تعاملهم مع النظام. هذا الانسجام بينهما في إطلاق النكات على حساب الشعب يعزز فكرة وجود علاقة تتجاوز الإطار الوظيفي، علاقة قد تكون مبنية على تقارب نفسي أو مصالح شخصية، أو حتى علاقة عاطفية كما أشارت بعض التحليلات والاتهامات السابقة. هذا الانطباع بوجود علاقة غير مهنية بين بشار ولونا لم ينشأ من هذا الفيديو فقط، بل يرتبط بتاريخ طويل من الشائعات التي أحاطت بموقع لونا الشبل داخل القصر الرئاسي.
فقد كانت دائما تصور على أنها صاحبة نفوذ يفوق بكثير ما يمنح لمستشارة إعلامية، كما كانت تغيب وتعود في محطات غامضة، الأمر الذي جعل كثيرين ينظرون إلى وجودها بجانب الرئيس باعتباره جزءا من شبكة نفوذ خفية داخل القصر. ومع ظهور الفيديو أعاد المتابعون فتح ملف علاقتها ببشار، خصوصا أن طريقة كلامهما معا بدت خالية تماما من الحواجز الرسمية ومليئة بإيحاءات القرب الشخصي. لكن العنصر الأكثر غموضا في قصة لونا الشبل هو ظروف وفاتها، فقد أعلنت الجهات الرسمية أنها توفيت في حادث سير، إلا أن التسريب الفيديو أعاد إحياء الشكوك حول احتمال أن تكون وفاتها نتيجة تصفية داخلية. فوجودها في موقع حساس وقدرتها على الوصول إلى مواد إعلامية حساسة وربما امتلاكها تسجيلات محرجة، كلها عوامل قد تجعلها هدفاً للصراع داخل أروقة القصر. ومع انتشار الفيديو بدأ البعض يتساءل: هل كانت لونا تحتفظ بنسخة منه؟ وهل شكل ذلك خطراً على أطراف معينة؟ وهل يمكن أن تكون وفاتها جزءاً من عملية إخفاء أسرار حساسة؟ إن طريقة حديثها في المقاطع المسربة تكشف عن شخصية قوية لا تخشى السخرية من الضباط أو حتى من هيبة الدولة، وهو ما قد يجعلها في موقع صدام مع جهات متنفذة داخل النظام. وكما أن صراعات النفوذ داخل القصر ليست جديدة، فقد شهد النظام خلال سنوات الحرب عمليات إقصاء وتصفية لشخصيات نافذة، بعضها انتهى بحوادث غامضة مشابهة. لذلك لا يبدو طرح فرضية الاغتيال أمرا خياليا بقدر ما هو احتمال تفرضه طبيعة النظام المغلق. في النهاية شكل هذا الجزء من الفيديو نافذة على عالم غير مرئي، فيه يقف رئيس الدولة ومساعدته المقربة يسخران من شعب كامل ومن رموزه الدينية والعسكرية، بينما تتوارى خلف المشهد أسئلة أكبر عن علاقتهما الشخصية ودور لونا داخل النظام وحقيقة نهايتها المفاجئة. التسريب لم يكن مجرد كشف لكلام غير لائق، بل إضاءة على شبكة معقدة من العلاقات والسلطة والأسرار التي لا تزال طي الكتمان. مع انتشار الفيديو المسرب عبر قناة العربية، بدأ النقاش يتركز حول السؤال الأكثر حساسية: من الذي سرب هذا المقطع؟ فالمشهد لا يشبه التسريبات العفوية التي تخرج من هواتف أفراد عاديين، بل يبدو تسجيلاً عالي الجودة مأخوذاً من داخل سيارة الرئيس، ما يعني أن مصدره كان داخل الدائرة الضيقة التي تحيط ببشار الأسد. هذا وحده يكفي لفتح باب الاحتمالات على مصراعيه، لأن أي جهة قادرة على الوصول إلى مثل هذا المحتوى هي إما جزء من النظام نفسه أو طرف خارجي يملك القدرة على شراء المادة من أشخاص نافذين. اختيار قناة العربية لنشره بشكل حصري أضاف طبقة أخرى من الغموض، فالقناة مملوكة للسعودية، والسعودية خلال العامين الأخيرين أعادت فتح قنوات التواصل مع النظام السوري، بل كانت من أبرز الجهات التي دفعت نحو إعادة دمجه في الجامعة العربية. هذا يجعل نشر تسريب محرج كهذا أمرا متناقضا مع المسار الدبلوماسي المعلن. لذلك بدأ البعض يقرأ الأمر على أنه رسالة سياسية لا تقل أهمية عن مضمون الفيديو نفسه، رسالة تقول إن العلاقات مع دمشق لم تعد ثابتة أو أنها خاضعة لمراجعة جديدة. كما برزت فرضية أخرى مفادها أن القناة دفعت مقابلا ماليا للحصول على المقطع، ما يعني أن أحد الموجودين في السيارة، سواء أمجد عيسى أو الشخص الرابع غير المعروف، قد يكون سربه لتحقيق مكاسب شخصية أو للهروب من داخل النظام. لكن احتمالية أن تكون لونا الشبل نفسها قد احتفظت بنسخة ثم وصلت لاحقا إلى جهة خارجية بعد مقتلها تبقى واحدة من أكثر الفرضيات تداولا، خصوصا مع الغموض الذي يحيط بحادث وفاتها.
السعودية والإمارات كانتا الداعم الأكبر لعودة الأسد إلى المشهد العربي، ولطالما ظهر الخطاب السياسي الإماراتي تحديدا وهو يتحدث عن ضرورة احتواء سوريا وإعادتها إلى الحضن العربي. ومع ذلك فإن نشر مثل هذا التسريب يشير إلى أن التحالفات في المنطقة ليست ثابتة، وأن السياسة الخارجية قد تستخدم فيها أدوات إعلامية لإيصال رسائل دون إعلان مباشر. البعض رأى أن نشر الفيديو ليس سوى ورقة ضغط تستخدم عند اللزوم لإعادة ضبط سلوك النظام السوري أو تذكيره بأن ملفات الماضي لا تزال قابلة للاستدعاء. وبذلك لم يعد الفيديو مجرد مادة مسربة، بل أصبح أداة سياسية يتم توظيفها في لحظة إقليمية دقيقة تكشف عن هشاشة التحالفات وتبرز كيف يمكن للإعلام أن يتحول من منصة نقل أخبار إلى لاعب رئيسي في صناعة القرارات وخلط الأوراق. أعاد انتشار الفيديو المسرب لبشار الأسد طرح مسألة مواقف الدول العربية من النظام السوري، وخاصة مقارنة الموقف القطري بالموقف السعودي والإماراتي. فبينما أظهرت السعودية والإمارات تبدلاً واضحاً في سياساتهما تجاه دمشق خلال السنوات الأخيرة، بقيت قطر محافظة على موقف ثابت نسبياً، رافضة إعادة تأهيل النظام ومتمسكة بانتقاداتها التي لم تتوقف حتى بعد عودته إلى الجامعة العربية. أحد أبرز المشاهد الدالة على هذا التباين كان انسحاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد من قمة جدة قبل إلقاء الأسد كلمته، وهو موقف وصف بأنه رسالة سياسية واضحة بعدم الاعتراف بشرعية عودته أو التطبيع معه. في المقابل كانت السعودية والإمارات قد أخذتا دور الراعي الأكبر لهذه العودة، بل قدمتا للأسد منصة لإعادة الاندماج في النظام العربي، الأمر الذي بدا تناقضاً مع مواقف سابقة شديدة اللهجة تجاهه. هذا التناقض بين الخليجين فتح باب النقاش حول طبيعة العلاقات العربية وكيف يمكن لها أن تتبدل وفقاً للمصالح وليس المبادئ. فبينما حافظت قطر على خطاب واحد منذ بداية الثورة السورية، تحركت الرياض وأبو ظبي بين مراحل المقاطعة ثم التفاوض ثم الدعم السياسي، ثم فجأة السماح بنشر فيديو مسرب يسيء للرجل نفسه الذي أعادوه إلى الجامعة العربية. هذا التذبذب يعكس هشاشة التحالفات الإقليمية ويعيد تسليط الضوء على الطريقة التي تدار بها السياسة في المنطقة العربية، حيث يمكن لأي تقارب أو خلاف أن ينقلب خلال أيام. كما يشير هذا المشهد إلى أن الدول العربية لا تتعامل بمنطق الثبات، بل بمنطق الأدوات والفرص. فمن الممكن أن يصبح نظام ما حليفاً في لحظة، ثم يتحول إلى عبء أو ورقة ضغط في لحظة أخرى. وفي هذا الإطار يظهر الموقف القطري باعتباره الأكثر انسجاماً مع نفسه، بعيداً عن صفقات اللحظة وتغيرات الموازين. كشف الفيديو المسرب عن بشار الأسد جانباً صادماً من شخصية رئيس دولة اعتاد الظهور بمظهر المتحكم والمتماسك، فطريقة حديثه داخل السيارة وسخريته من شعبه وجيشه ومدن بلده المدمرة أظهرت مستوى من الانفصال عن الواقع لم يتوقعه الكثيرون. هذه اللحظات غير المحسوبة التي كان يفترض أن تبقى خلف الكواليس أزالت القشرة الرسمية التي يحاول أي رئيس صناعتها حول نفسه، وعرت خطاباً لا يعكس سوى نظرة ازدراء تجاه البلد الذي يحكمه. الصدمة لم تكن من الكلمات فقط، بل من انعدام الحس بالمسؤولية ومن عدم وجود أي تعبير عن الألم تجاه بلد أنهكته الحرب لسنوات. رأى كثيرون في هذا المشهد امتدادا لثقافة عربية قديمة، حيث يسقط الحاكم أخلاقيا قبل أن يسقط سياسيا، وعندما تنكشف أسرار الغرف المغلقة تتبدد الصورة المصطنعة التي بنيت طوال سنوات. هذا ما حدث مع حكام سابقين في المنطقة، وما يحصل مجددا اليوم من خلال هذا التسريب الذي لم يكن مجرد تسجيل عابر، بل شهادة على سقوط الهيبة من الداخل. كما أثار الفيديو تساؤلات حول مستقبل الأنظمة العربية ذات البنية المغلقة، إذ بدا واضحا أن أي نظام قائم على الشخصنة والسرية قد يتحول في لحظة إلى مادة للتندر والسخرية بمجرد أن تتسرب تسجيلات من داخله. وما يزيد القلق أن الجمهور العربي
أصبح معتاداً على مشاهدة تسجيلات لزعماء بعد سقوطهم، وكأن هذه التسجيلات تتحول إلى وثيقة إدانة أخلاقية لا يمكن محو أثرها. لقد أعاد الفيديو تذكير الناس بأن السلطة حين تمارس بلا محاسبة تنتج قيادات لا تشعر بارتباط حقيقي بشعوبها، وأن اللحظة التي ينكشف فيها المستور تكون كفيلة بتغيير نظرة الجمهور للأبد. ومع أن التسريب موجه إلى بشار الأسد تحديداً، إلا أن الرسالة تتجاوز شخصه لتصل إلى طبيعة الحكم في المنطقة ككل، وإلى هشاشة الصورة الرسمية التي يمكن أن تنهار بلقطة واحدة.